رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين ومحبين وعشاق برنامج رامز جلال. في حلقة النهاردة جايب لكم فوق 20 لقطة من مقلب رامز السنة دي. رامز جاب من الآخر. اللقطات دي كلها بتثبت فبركة المقلب، وإن الضيوف عارفين إنهم في مقلب رامز جلال، وكله بالدليل. قبل بس ما تتضايق إني بتكلم على مقلب رامز، أنا عاوز أقولك إني من أشد المعجبين لرامز والمقالب بتاعته، بس اكتشفت كام لقطة غريبة وبتثبت فبركة المقلب وقلت أعرضها لكم. تابع معايا الحلقة للنهاية وقول لنا أنت أخدت بالك منهم قبل كده ولا لأ. قبل ما أبدأ الحلقة عاوزك تصلي على أشرف الخلق سيدنا محمد، ويلا بينا. قبل بس ما اعرض اللقطات انا عاوز بس اوضح حاجة، ان دي اجمل واجمد ترانزيشن لدخلات مقالب رامز جلال كلها، والموسيقى التصويرية اللي مستخدمة في البرنامج ده جميلة جدا جدا. نيجي بقى لأول لقطة معانا، وهي غلطة كبيرة جدا من مخرج البرنامج وهم بيصوروا البرومو. بص هنا كده باين كل حاجة، انعكاسات الكاميرات والإضاءة. كمان غلطة زي دي المفروض ما تعديش على مخرج محترف زي اللي مع رامز جلال. وفي اللقطة دي كمان واضح اوي الانعكاسات بتاعت الإضاءة والكاميرات. عاوزك بقى تركز معايا في المشهد اللي جاي ده، علشان ده فيه السر كله وبيثبت فبركة المقلب بنسبة كبيرة جدا. انا عاوزك تبص على زاوية تصوير باسم سمرة، يعني الكاميرا مصوراه منين بالظبط. بس في مقالب رامز ان المفروض الكاميرات بتكون مختفية لانه ده مقلب اصلا، صح؟ تعالى بقى في اللقطة اللي بعدها، باسم سمرة هو بيقع على طول بانت زاوية التصوير. بص كده دي ايه؟ دي الكاميرا اللي كانت مصوراه في الشوط الاول، يعني الكاميرا قدامه، وازاي ما شافهاش وما اخدش باله منها. كمان فوقيه بالظبط بص هنا في كاميرا، ازاي في كاميرا كمان بالظبط فوقيه وما اخدش باله منها. هنا برضو في الحلقة بتاعت محمد لطفي نفس الكلام، الكاميرا قدامه بالظبط قدام عينيه وفوقيه كمان وما شافهمش. طب ازاي؟ كمان في الشوط بتاع كزبرة وهو بيقع الكاميرات كلها فوقيه وواضحة قوي وباينة، وبرضه ما اخدش باله منها. ودي لقطة تانية اقرب للكاميرا وهي بتصور الضيف وفوقيه بالظبط وواضحة جدا جدا، وبرضه ما اخدش باله منها. انا عاوزك بقى في الشوت ده تعد معايا في كام كاميرا في الكادر ده غير الكاميرا الأساسية اللي بتصور الضيف. عندك 2 فوق، وكمان الكاميرا اللي قدامه اللي أنا وضحتها لكم قبل كده واللي بتصور الضيف. يعني الشوت ده لوحده فيه 4 كاميرات ظاهرين وواضحين جدا جدا. ازاي الضحايا والممثلين دول ما شافوهمش؟ اللقطة دي بتثبت كل حاجة وفبركة المقلب. هنا الممثلة دي بتبص على الكاميرا وعرفت واخدت بالها انها كاميرا وكمان بصلها. طب ايه يا فنانة مفيش اي رياكشن؟ ازاي كاميرا تكون محطوطة هنا ودي مش كاميرا مراقبة؟ وكمان كاميرات المراقبة مش بتكون محطوطة تحت اوي كده. بص هنا كده في 3 كاميرات وواضحين جدا وظاهرين اهم، ادي 1 2 3، يعني 3 كاميرات ظاهرين وواضحين جدا في الشوت ده. الكاميرا دي بقى واضحة، مفيش اوضح من كده بجد. حتى بص على الممثل ده كده اهو باصص لها وعارف انه في مقلب وبيتصور. انت رايحة فين يا فنانة؟ في كاميرا وراك خدي بالك، انت بجد مش شايفاها؟ طب ازاي؟
كمان هنا برضو في كاميرتين ظاهرين، ده غير الكاميرا اللي قدامهم واللي بتصورهم اصلا. ده حتى الممثلة دي عينها على الكاميرا وبصلها. طب يا فنانة اللي بتقعي، في واحد قدام حضرتك شايل كاميرا، اكيد انت مش واخدة بالك منه، او المصور مختفي في اللقطة دي اكيد. برضو هنا في حلقة حمادة هلال الكاميرا وراه بالظبط، واكيد شافها وهو نازل وبيقع، وبرضه متخيلش نفسه انه في مقلب ولا عرف. طب ازاي؟ هو انت يا شوبير بتبص على الكاميرا اللي فوق دي ليه؟ فهمني. ده غير ان في كاميرتين تحت عندهم اساسا، وده شوت تاني برضه، في كذا كاميرا وواضحين جدا، اكتر من 3 كاميرات في الشوت ده لوحده. ايه ده بقى؟ حد يفهمني ان ازاي دي مش باينه للضحيه انها كاميرا تصوير؟ ده حتى مش في السقف مخفيه مثلا او تبان انها كاميرا مراقبه، لا دي واضحه جدا وفي ظهره بالظبط. اعتقد مفيش شوت اوضح من ده للكاميرات اللي ظهر. وهنا برضو الكاميرا دي واضحه جدا وهي متعلقه في الحيطه، وتحت برضو في كاميرا. حبيت اعرض لكم اللقطه دي اللي فعلا بتوضح خطوره المقلب ده، لو حتى الضيف كان عارف ان ده مقلب رامز جلال. اللقطة دي كزبرة الكلب عضه بجد، ده غير كمية الإصابات اللي حصلت للممثلين والمغنيين والضيوف كلهم من كدمات وإصابات خطيرة جدا. أنا وضحت لك كذا حاجة اكتشفتهم في مقلب رامز، لو أخدت بالك من حاجة تانية قولنا عليهم في الكومنتات. من البرومو بتاع رامز واضح جدا ان المقلب السنة دي غير كل سنة، وهيكون فارق جدا في مسيرة رامز جلال بعد كده، وهيكون ده من اقوى وانجح مقالب رامز كلها. وفي النهاية حابب اوضح لكم انه من عشاق رامز جلال والمقالب والبرامج بتاعته. وبس كده في نهاية الحلقة عاوزك تصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد، وشير الفيديو لاصحابك، واعمل لايك واشتراك في القناة، وبس سلام. رامز على MBC مصر، رمضان يجمعنا.